اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. النهاردة حرفيا هنفجر كل المعايير وكل المقاييس. النهاردة وصلني اكبر هارد اشتريته في حياتي، هارد يخلي الهاردات اللي عندي دي كلها تركن على جنب. اكبر هارد اشتريته في حياتي، تخيلوا مساحته كام. تخيل، انا مش هقول دلوقتي، انا هوريها لكم دلوقتي، انا هوريها لكم كمفاجأة. الهارد لسه واصلني ليه يعني، الهارد طلبته من امازون طبعا، عقبال ما بقى بياخد وقت وكده، عقبال ما يوصل لسه واصلني النهارده. حالا هنفتح العلبه وهنشوف الهارد ده، وهنشوف لونه ايه، وهنشوف نوعه ايه. الهارد ده طفرة كبيرة في تاريخ هارداتي، طفرة كبيرة فعلا في تاريخ هارداتي. تعالوا نشوف. وده الهارد اللي وصلني النهارده من امازون اهو. تعالوا نفتح العلبه ونشوف فيها ايه، بس الاول عايز اوريلكم حاجه. بصوا، شوفوا انا دافع كام شحن وجمارك. بصوا اهو 507.5 اهو، شايفينه اهو. ده الشحن والجمارك. تمام، تعالوا بقى اوريلكم الهارد، تعالوا بقى اوريلكم المفاجاه. انا مش هقول لكم هو هارد مساحته كام، احنا دلوقتي هنتفاجئ مع بعض، هنتفاجئ مع بعض مفاجأة كبيرة 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 كبيرة. تعالوا يلا بينا. ودلوقتي هنعمل انبوكسنج للهارد اللي احنا لسه هنكتشف مع بعض هو مساحته كام. معلش يا جماعة، بسناني لسه هجيب قطر بقى وبتاع اهو، نعض على طول، نعض نخلص على طول. يلا اهو نفتح العلبة مع بعض. حلو حاطينها في العلبة ديت عشان يعني ايه، تحميه. علبة منفخة كده شوية عشان ايه، عشان تحميه. اكتبوا لي دلوقتي حالا في الكومنتات، وقبل ما تشوفوا الفيديو، تتوقعوا ده هارد لونه ايه ومساحته كام. اكتبوا لي حالا، ما تستنوش الفيديو يخلص، ما تستنوش ان انا افتح العلبة. يلا بينا، هفتح العلبة، هفتح العلبة دلوقتي ونطلع. دي العلبة اهي. لسه برضو لغاية دلوقتي ما نعرفش الهارد كام. خليكم معايا، هوريلكم مفاجآت، المفاجآت دلوقتي. نفتح العلبة نشوف. اوه يا جدعان، جدعان ايه ده؟ انتوا انا مش مصدق اللي انا ماسكه في ايدي، انا مش مصدق. ده اول هارد احمر اجيبه في حياتي، واكبر هارد في حياتي كلها. 10 تيرة هارد واحد، هارد واحد 10 تيرة هارد. على فكرة اكبر هارد في مصر كلها على ايجي برايسز، اكبر هارد في مصر كلها على ايجي برايسز 8 تيرة في مصر كلها. انا جايب 10 تيرة، ده اكبر هارد، اكبر هارد على امازون. لا اعتقد في اكبر من كده بس نوعيات تانية، انا قصدي اكبر هارد كويسترن ديجيتال يعني وكده. اكبر هارد 10 تيرا. انا مش مصدق، انا مش مصدق. بس انا عندي مشكله في المساحات التخزينيه. لو قعدت اجيب، ما انا كان ممكن اجيب هاردين 6 بس. هو هجيب اماكن منين في الجهاز ان انا اقعد اخزن الهاردات دي كلها؟ ما فيش مكان. اذا كان ده اصلا عشان اركبه، اذا كان ده عشان اركبه هضطر اصلا ان انا اشيل هارد تاني عشان اركب دوت. بس يا جماعه انا مش مصدق. وعلى فكره بصوا، هوريكم حاجه في بيانات الهارد ده، هوريكم مفاجآت وحاجات حلوه كتير. بصوا الهارد ده 256 ميجا كاش. شايفين الرقم باين ولا لا؟ استنى هعمل لكم زوم ثواني يا جماعه، خليكم معايا، خليكم معايا. انا مش مصدق اللي انا فيه ده. اهو مكتوب الرقم فوق اهو، 256 ميجا كاش و10 تيرة اهو. وهوريلكم حاجه كمان، هوريلكم حاجه كمان، ميد ان تايلاند طبعا. بس عامه الهارد ده 5400 ار بي ام، يعني سرعته زي الهارد البلو. لكن طبعا يضرب الهاردات البلو كلها بالجزمه. ليه؟ لان ده هارد نتورك، ممكن يقعد في الجهاز شغال بالاسابيع والشهور مفيش اي مشكله. يستحمل اكتر من الهارد الجرين واكتر من الهارد البلو. انا قبل كده كان كل هارداتي جرين وبلو، هي عادي كان الجهاز بيشتغل بها مدة طويله ومفيش اي مشكله. بس انا حبيت اجيب هاردات متخصصه في ان هي تتحمل
واصلا مفيش المساحه ديت لا في الجرين ولا في البلو. انا ما شفتش المساحه دي غير في هاردات الناس اللي هي هاردات النتورك. بالمناسبه بقى عايز اوري لكم حاجه دلوقتي، عايز اوري لكم مقارنه بشعه، مقارنه بشعه ليكم ان انتوا تتخيلوها. مش ده احدث هارد انا جبته اهو 10 تيرا احمر. تعالى اوري لكم اصغر هارد واول هارد اشتغلت عليه في حياتي سنه 2000 من 17 سنه. هوري لكم الهارد كان عامل ازاي اللي عندي اهو. الهارد ده اقدم هارد عندي في حياتي كلها. طبعا واحد هيجي يقول لي بقى ايه يا فادي، يعني انت بادئ بهارد 32 جيجا؟ هقول لكم لا يا حبايبي، ده مش هارد 32 جيجا. يا ريت والله لما كان عندي الهارد ده كنت بعشم نفسي ان هو 32 جيجا، لكن في الحقيقه 2111 و8 من 10 ميجا. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني هارد 2 جيجا. هارد 2 جيجا، الهارد ده كله 2 جيجا. انتوا عارفين اكتر ده كمان معناه ايه؟ الفلاشة دي 8 جيجا. انتوا متخيلين الفلاشة دي اكبر من الهارد ده؟ الفلاشة اللي في ايدي دي اكبر من الهارد ده. الهارد ده 2 جيجا والفلاشة دي 8 جيجا. تخيلوا عظمة التطور، الاجيال الهاردات بقت عاملة ازاي. اول هارد اشتغلت عليه في حياتي. بس خدوا بالكم من حاجة، خلينا برضو نبقى واقعيين. زمان كان في خير. الهارد كان 2 جيجا يديلك عليه 111 ميجا زياده اهو. انتوا مش قريتوا الرقم؟ مش انا وريتكم الرقم مكتوب 2111. مش انا لسه موريكم الرقم دلوقتي مكتوب 2111 و8 من 10 ميجا. يعني الهارد ده 2 جيجا وعليه 111 ميجا هديه. انما شوفوا بقى الهاردات الحديثه. تعالوا لي بقى الهاردات الحديثه، تلاقي الهارد 6 تيرا صافي على كام؟ الهارد 6 تيرا صافي على 5 تيرا 45، يعني اقل من 5 تيرا ونص. حتى الهارد 6 تيرا بالظبط بيصفى على 45، يعني اقل حتى من 5 تيرا ونص. ما بالك بقى ال 10 تيرا اللي معايا الجديد ده هيصفى على كام؟ ربنا يستر وما لاقيهوش 9 تيرا. زمان كان في خير، كان يديلك بزياده، انما الوقت بياخد منك. تعالوا بقى الوقت انا هوصل الهارد ده بوصله خارجيه، وصله نوعها انكر. كنت جايبها زمان من الامازون. وصله جامده جدا وبتخلي الهارد يشتغل بسرعه اليو اس بي 3. هوصلها وهشوف الهارد ده هيقرا بمساحه كام، فخليكم معايا. وعلى فكره يا جماعه بالمناسبه انا عايز اقول لكم حاجه، الهارد ده ثمنه على الامازون كان $412، بس الهارد ده بجد يستحق. هارد جامد جدا 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 جدا. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، انا مش قادر اوصف لكم فرحتي بيه قد ايه. فرحتي بالهارد ده قد ايه انا مش قادر اوصفها لكم. الهارد ده هيحل لي مشاكل كتير جدا. انتوا عارفين طبعا ان مساحات الالعاب بدات تتضخم بشكل بشع، ان انا خلاص ما عادش ينفع الهاردات 6 تيرا، ما عادش ينفع خلاص. يا خبر يا جماعه، ده حتى التصميم بتاعه اساسا مختلف تماما عن الهاردات التانية. تصميم بجد رائع رائع رائع، وشكل مختلف، شكل عجيب. هارد هيفي ديوتي. بحب انا الحاجات الجامده دي. نوصل بقى الوصله. ادي الوصله انكر اهي. طبعا انا موصل الكهرباء، اوصلها في اليو اس بي 3. انا وصلت اهو الهارد كده. الوصله طبعا زي ما انتم شايفين نورت اهيت. تمام، الوصله نورت اهيت. هخش واقسمها. طبعا انا بقسم هارداتي، ما بقعدش بقى اقسم بارتيشنات والكلام ده. الهاردات اصلا اللي هي الكبيره، المساحات الاكتر من 2 تيرا، المفروض ان هي يعني الاسهل ان هي تتقسم حته واحده. فانا هعمله جي بي تي، هقسمه كله حته، كل ده هيبقى بارتيشن واحد على بعض. تعالوا بقى ننتقل للكمبيوتر ونشوف الهارد ده هيصفى على كام، وربنا يستر ويكون قاري اكتر من 9 تيرا. ودلوقتي انا هقسم الهارد كله لبارتيشن واحد، هعمله جي بي تي كله بارتيشن واحد. ممكن بدل ما استخدم برامج، الاسهل ان ممكن استخدم المانج اللي هو موجود اصلا في الويندوز، اللي هو بكل بساطه ان انا هدوس على الزيس بي سي كليك يمين، وهدوس مانج، وهدوس ديسك مانجمنت، وهنزل تحت خالص هلاقي ادي الهارد اهو بالفعل. اللي هو الهارد اهو واضح ان واضح فعلا زي ما قلت لكم. برضو مفيش فايده، الهارد قاري 9 تيرا وشويه، يعني برضو ساحبين منه كتير. ما علينا. المهم بندوس هدوس كليك يمين، هعمل convert to جي بي تي ديسك.
الهارد كله بقى حته واحده اهيت. طبعا هعمل نيو سيمبل فوليوم، واي ايا كان الاسم مش مشكله. ماشي، دونت فورمات دلوقتي. وبكده المفروض البارتيشن يظهر هنا في الزيس بي سي اهوت. اهو الهارد بالظبط قاري. هنشوف دلوقتي، هنفرمطه ونشوف هو قاري كام بالظبط. هيبقوا سارقين منه كتير برضه، مفيش فايدة. مش عارف انا، ما بيدوناش حقنا في الهاردات ليه؟ عايزين يا جماعة نطالب بحقوقنا في الهاردات. المهم يلا يلا يا اخي، كل ده بتفرمط، ما تخلصونا يا جدعان بقى. يا واخيرا، انا مش مصدق انا في قمة سعادتي، وده اول هارد 10 تيرة يدخل في جهازي. انا مش مصدق فعلا. الهارد صافي على 9 تيرة، يعني يعتبر 9 تيرة و100 جيجا برضو متاكل مكتب، بس مش مشكلة. المهم ان اللي انا عايز اقوله، على فكرة يا جماعة، الهارد ده كان في منه نفس النوع بالظبط 10 تيرة برضو 256 كاش، بس كان في منه نسخة 7200 ار بي ام، يعني سرعتها بتعادل سرعة الهارد الايه البلاك. طب انا ليه ما جبتهاش؟ لان ببساطة هي اغلى، في حدود 60 دولار او اكتر شوية. طب انا ليه ادفع المبلغ الزيادة ده وانا محتاج هارد اخزن عليه بس؟ يا جماعة انا دي هاردات تخزين، انا مش بلعب من الهارد ده. ما انا عندي الهاردات عندي هارد الاس اس دي، لما عاوز العب بلعب من عليه، احط اللعبه انسخها عليه والعب. انما ده مجرد هارد تخزين. فبدل ما ادفع زياده في سرعه انا مش محتاجها، طب ما اوفر الفلوس ديت في ان انا احوش واقدر اجيب واحد كمان، وبكده يبقى انا استفدت بالمساحات. وفي النهاية أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. بس استنوا، رايحين فين؟ ما تنسوش اللي اتفقنا عليه، السبسكرايب واللايك والشير. لو ما عملتوش شير انا هزعل منكم جدا. ليه انتوا ليه ما تدعمونيش؟ انتوا مش عايزين تدعموني ليه؟ اعمل لي شير، اعمل لي شير للفيديو على بروفايلك. لو عايز تساعد اصدقائك بانك تديله معلومه جديده، ممكن في ناس بتبقى عايزه تعرف لو في تكنولوجيا جديده، هاردات جديده بمساحات كبيره، في ناس بتحتاج الكلام ده. هو انا بس، معلش يا جماعه فلنا، هو انا بس اللي محتاج الكلام ده؟ في ناس شغاله نتورك وشغاله الكلام ده بيحتاجوا المساحات دي، وبيبقوا عايزين يعرفوا اول باول كل جديد. تمام؟ فليه تستخسر فيهم المعلومه؟ فيا ريت ان انت تشير الفيديو عشان تفيد الناس، ويا ريت تعملي لايك وسبسكرايب، ابقى سعيد جدا جدا جدا. وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.